السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا غدا عبارة عن رز حباية وحباية وسمك مشوي، سمك مقلي وسلطة وبتنجان. اول حاجة معانا هنجيب السمك بتاعنا، هننضفه هننضفه كويس، ونقوم جايبين معانا عاملين بتاعته الخلطة بتاعته. قبل ما اعمل الخلطة بتاعته اروح نقعاه كويس، وعاملة الخلطة بتاعته. جايبة الكبة معانا، حاطة فيها فلفل وتوم صحيح وتوم مفروم، ومعانا ورقة اللوري للرز، ومعانا كمان ليمون. نجيب الكبة بتاعتنا هنحط فيها فلفل وليمون وتوم، والبهارات بتاعتنا شطة وكمون وكزبرة وملح، ولو عايزة تزودي شطة بتاع بهارات كمان دي حاجة ترجع لكي. وحطي الملح بتاعك اظبطيه عشان السمك ما يبقاش حادق معاك. جبتهم معانا في الكبة وقعدت اضرب فيهم. ده شكلهم اهون، وده شكل السمك بعد ما نضفته. وهمسكه اشرحه تشريحتين لكل سمكة، دول حوالي كيلو، وهشرحهم معانا تشريحة كويسة. بعد ما اشرحهم معانا هنجيب الخلطة اللي انا كنت عاملاها في الكبة، وهنضف قلبه كويس من جوه، ما يبقاش فيه اي حاجة وحشة ولا بواقي دم ولا اي حاجة خالص، واقوم حاطة الحاجات دي في قلبه. دي شكلها هي. بعد كده هصفيها من المية قبل ما احطها على السمك عشان السوائل اللي فيها. بعد كده اجيب معانا ليمونه هي 2، وهجيب معانا شويه من البهارات زي اللي انا حطيتها في الاول هحطها في التاني، وهدعك بها جسم السمكه. وهاجي على التشريحتين الموجودين واروح حاطه فيهم بهارات اللي انا عاملاها في الكبه دي. مش هضربها، بل انا هقلبها بالمعلقه وخلاص في الكبه بس، وخلاص مش هتتضرب فيها. بعد كده معانا كده السمك خلص معانا، وهعمل له وهعينه في المصفى بتاعتنا مقفول على بعضه ومقلوب، مش عشان لو في اي سوائل ينزل السوائل بتاعته. والكلام ده هيتحط في التلاجة لمدة لا يقل عن 1.5 ساعة او ساعتين، عشان السوائل ما تبقاش موجودة فيه قبل ما اعمل له التبطينة بتاعته واعمله في الدقيق. بعد كده هيجي معانا الرز الحباية وحباية. اجيب حلة على النار احط فيها شوية من الزيت وشوية من السمنة، وبعد كده هقوم حاطة فيها شوية من الرز ياخدوا تحميرة في الزيت مع السمنة. وبعد كده لما تاخد التحميرة احط بقية